لو أنت already شغال مع cursor بيبقى ممكن ناس مش عارفة أو بتواجه صعوبة إن هي تشتغل مع cursor في application already موجود. فإحنا هنشوف مع بعض الطرق اللي نقدر من خلالها نخلّي cursor aware بالproject structure وبالtech stack اللي أنا شغال بيه، ويبقى effective أكتر في الresponses بتاعته والشغل اللي هو بيقدمه لي. فإحنا ممكن هنشوف مع بعض الcursor rules allow you to provide system level guidance to the agent. اللي أنا باقدر أدّي له guideline أو مجموعة instructions هيبُص عليها قبل ما يبدأ أي task، قبل ما يبدأ يعمل أي حاجة. ده بيخلّيني أقدر أتحكّم في الresponses أو في الcontext بتاعه، بحيث بدل ما أبدأ أشرح له مثلًا أنا شغّال في الproject ده معمول بالreact ومستخدم مع الreact الlibrary الفلانية وعامل الsetup والcode architecture الفلاني، مش هاحتاج كل مرّة أعمل الكلام ده. أنا باعرّف له set of rules بيبدأ هو يستخدمها أول ما يبدأ الchat أو أول ما أنا أبدأ الchat معاه. زي ما هم ذاكرين هنا think of them as persistent way to encode context preferences and workflow. اللي هو يعني أنت بتعرّف له ممكن الtech stack بتاعك، وبرضه بتعرّف له الworkflow اللي أنت بتبدأ تشتغل بيه في الexecution بتاع الtasks والpreferences. في نوعين طبعًا من الrules أو طريقتين باقدر أقدّم بيهم أو أعمل بيهم الrules دول، في اللي هو الproject rules أو الrules اللي هتبقى available على الproject context. وبيختلف طبعًا من project لproject، وفي اللي هو الuser rules دي الحاجات الglobal. يعني مثلًا لو عايزين مثال على الاتنين، لو أنا شغال tech stack معيّن اللي هو في الTypeScript، فبابدأ أعرّف له global rules اللي هو الTypeScript بقى best practices. وبابدأ مثلًا وأنا شغال برضه agile framework sorry agile methodology وtrunk based development، فبابدأ أقول له أمّا تيجي تشتغل لازم تبدأ branch جديد وتعمل commits لكل change، بتبدأ تعرّف له الwork flow نفسه اللي هو مش مخصوص لproject لوحده. دي مثلًا في الuser rules. وفي الproject rule بقى بتبدأ تعرّف له كل project مثلًا أنت شغال بreact أنهي version والbest practice أو الcoding architecture بتاعه، شغال بالback end الفلاني والحاجات دي كلّها. وإحنا هنشوف مع بعض دلوقتي مثال إزاي نعمل setup للكلام ده كلّه. هنا برضه شارح إزاي الwork الrules بتشتغل في Cursor. هو عمومًا بيشرح إيه أصلًا الفايدة بتاعتها زي ما إحنا بنتكلّم كده. هو مش بيبقى عارف أو مش حتى مش بيretain memory between الchat. يعني حتى لو أنا بدأت مثلًا في أول task وبدأت أقول له أنا عندي الproject الفلاني وبدأت أشرح له كل حاجة، أول ما أبدأ chat جديد هو خلاص مش هيبقى عارف الكلام أو الcontext اللي إحنا اتكلّمنا فيه ده، مش هيبقى aware بيه، لإن ده context مختلف. فمن خلال الrules أنا بابدأ أقدّم له persistent وreusable context at the prompt level. الprompt level ده معناه إنه when الrule applied its content are included at the start of the model context. يعني في الأول خالص قبل ما أبدأ الtask قبل وأنا باكتب له مثلًا create a new react component، هو خلاص بيبقى ضاف الsystem rules دول في الcontext أو في الtask اللي أنا باعمله، فبيبقى aware بقى بكل الكلام اللي إحنا قُلناه ده. الproject rule طبعًا هو معرّف هنا هي ممكن تبقى فايدتها إيه زي ما إحنا قُلنا، اللي هي include domain specific knowledge about your code base وautomate الproject specific workflow. الrules structure برضه هنشوفها مع بعض. إحنا بيبقى ليه طبعًا هو بيقراها من file معيّن. فهنا بصراحة يعني الdocumentation فيها كل حاجة إحنا محتاجين نعرفها، بس إحنا هنشوف مثال عملي مع بعض. برضه في حاجات اللي أنا حابب أقولها، اللي هو في أصلًا directory كامل لكل rules أنت ممكن حابب تستخدمها يعني. إحنا لو عملنا search على أي حاجة هنا هنلاقي الset of rules بتاعتها. Angular مثلًا في كتير بقى ونختار اللي إحنا عايزينه، أو ممكن نخلّي حتى الLLM يscan، ودي الtool اللي أنا شغال عليها اللي هنشوفها مع بعض. الLLM نفسه بيscan الproject اللي أنا شغال فيه، وبيبدأ يشوف الpackages اللي أنا مستخدمها، وبيروح على الcursor directory ويجيب الbest practices أو الrules اللي أنا محتاجها ويضيفها لي. الproject already زي ما اتفقنا already موجود، وإحنا هنشوف إزاي هنبدأ نخلّي الcursor aware بقى بالrules أو نضيف له rules جديدة، ويبقى aware بالproject structure والtech stack اللي إحنا مستخدمينه.
وزي ما قُلت لكم أنا already شغّال على CLI tool بتعمل scan للfiles اللي موجودة عندي أو للsource code بتاعي، تبدأ تgenerate الmemory bank files. الmemory bank files دول بيبقوا مثلًا زي ما إحنا عندنا هنا 3 files أو حاجة، ممكن نقرا عنهم الmemory bank files مذكورين كتير أوي في documentations مع Klein وأي AI agent. الفكرة بتاعتهم اللي هم دول الfiles اللي أنا بابدأ أضيف فيهم الcoding structure اللي أنا شغّال بيه والtech stack والpackages وكل الكلام ده، بحيث أمّا ييجي يبدأ الtask بتاعته بناءً على الrules اللي أنا معرّفها له، اللي هو إزاي هيبدأ يستخدم الpackages والحاجات دي ويكتب كود بالطريقة اللي أنا عايزها، أو يمشي workflow مثلًا اللي هو بالtrunk based development يمشي بالworkflow اللي أنا معرّفه له ده. ويبدأ يبقى aware بقى بالmemory bank files اللي هي شارحة الproject architecture وكل الكلام ده، يبدأ يستخدم كل الحاجات دي مع بعض، فيبدأ يشتغل كأن أنا اللي باشتغل. فإحنا أول حاجة طبعًا خلّينا نقول أنا عندي project already موجود، ما عنديش الmemory bank files وما عنديش الdot cursor folder ده، فهاجي هنا هاعمل الdot cursor folder وهابدأ أعرّف له الrules اللي أنا عايزها. برضه بالمناسبة زي ما اتفقنا، أنت ممكن تستخدم الLLM بحيث إن هي تكتب الrules دي. لو أنت عندك بقى حاجة يعني أو architecture أنت ماشي بيه، تبدأ تقول لها أو تيجي في الchat هنا تقول له مثلًا أنا شغال بReact وعايزك تعمل لي الrules الفلانية، أو بطريقة أسهل زي ما اتفقنا في عندنا في الcursor directory حاجات كتيرة جدًا rules كتيرة جدًا. ممكن أشوف rules كويسة آخدها copy وآجي هنا كده أعرّفها له. الrules اللي موجودة عندي دول auto generated من الCLI tool اللي أنا أصلًا شغّال عليها. هُم بيشرحوا بطريقة بسيطة كده trunk based development. أول ما آخد يعني الwork flow اللي أنا عايز أمشي بيه في الexecution، وبرضه وإحنا شغّالين هنشوفه لإن أنا already عامل setup للtool دي في الcursor. أهم حاجة يبقى الextension اللي هو .mdc. وبرضه كل الكلام ده مذكور في الcursor documentation عشان تبُصّوا عليه وتفهموا كل الدنيا يعني. بس هو الموضوع سهل، أنا باعمل الcursor folder تحتيه rules folder وبابدأ أعرّف فيه الrules كده أنا عايزهم يبقوا بالترتيب، وأبدأ أعرّف له الترتيب اللي أنا عايزه بيه. اللي جاي بقى مثلًا خلّينا نقول إن أنا ما عنديش الmemory bank files أو أنا أصلًا دلوقتي هاغيّر فيها. لإن الproject اللي موجود دلوقتي ده بالTypeScript هو MCP server، فأنا عايز أعمل له upgrade للdatabase يبدأ يستخدم database. ويبدأ برضه عايز أضيف nest.js، فأنا هنعمل مع بعض كأننا بنبدأ من الأول نgenerate الmemory bank files بناءً على التغييرات اللي أنا هاقولها لك. فبعد ما عملنا الrules كده زي ما اتفقنا، هنعمل بس reload للcursor عشان يبقى aware بالrules اللي أنا حطيتها، وأبدأ أتكلم معاه هنا هو هيبقى aware بالكلام ده. أنا هنا باقول له عايزه يبُص على الMCP document دول الdocument اللي أنا معرّف فيهم الdatabase architecture والimplementation بتاع الMCP server اللي أنا عايزه. فأنا هاخلّيه يبُص عليهم، وبرضه before that I will need you to create a task for researcher because I want to update our memory bank files to include new tech stack framework like Nest.js and Prisma and install this package and add some best practices rule inside our rules folder. فأنا يعني أنا طالب منه حاجتين. أول حاجة إن هو يبُص على الnew upgrades اللي أنا عايز أعملها في الMCP server بتاعنا اللي إحنا شغالين عليه. وبرضه يعمل research على الtools اللي أنا عايز أضيفها جديد، ويعمل upgrade للmemory bank files اللي عندنا بحيث يبقوا aware بالnew tech stack دول. هو هنا طبعًا بيبدأ يمشي بالdefined rule اللي أنا معرّفها له في الrules. اللي هو منهم في الأول بيبدأ يsync as a boomerang ده بيبدأ يحلل الtask اللي أنا محتاجها، ويبدأ يشوف إيه الحاجات اللي مطلوبة كbusiness requirement ويscan الsource code بتاعنا بحيث يبدأ يعمل task description. ويبدأ يدّيها للresearcher أو يبدأ يدّيها للarchitect بحيث يبدأ ينفذها. وهنا هيستخدم بالمناسبة يعني الMCP بقى tool اللي هو هيستخدمها دي هي دي اللي إحنا شغالين عليها أو هي اللي إحنا بنعمل لها upgrade. وزي ما اتفقنا هو شغال بالtrunk based development، فبيبدأ بعد كده يبُص على الbranch اللي أنا عليه، يبدأ بعد كده يعمل update بقى للtask registry يعني بحيث يضيف الtask الجديدة ويعمل لها folder. هنا طبعًا بيcreate أول task هو update الmemory bank with Nest.js Prisma MCP Nest and new best practices.
بعد كده هيبدأ يشوف بقى الactual files اللي موجودين عندنا اللي هم الproject overview والtechnical architecture والdeveloper guide، بحيث يفهم بقى الarchitecture بتاع الكود بتاعنا والحاجات اللي إحنا اتفقنا عليها. الfocus area بقى الحاجات اللي هو محتاج الresearcher يعملها، اللي هو يدوّر على الNestJS والPrisma والlibrary اللي أنا قُلتها له والbest practices عشان الحاجات دي. وهيبدأ هنا يعمل بس update للtask ده اللي هو بناءً برضه على الwork flow اللي أنا معرّفه له. بعد كده هيبدأ يعمل task ويدّيها للي هو الresearcher بحيث ينفذها. كده هو عمل الtask للresearcher وبعد كده يعني يحوّل من الrole transition من الBoomerang للresearcher عشان يبدأ يكمّل. هنا خلاص الresearcher will now take over for task، هو اللي هيبدأ يكمّل بقى بعد كده. هيبُص على الtask context من الحاجات اللي الBoomerang ضافها له. بعد كده يبدأ يupdate بس الtask بحيث يخلّيها in progress وإن هو بدأ يشتغل عليها. الحاجات دي بتفيد طبعًا لإن أنا دلوقتي لو قفلت الtask دي وبدأت أفتح واحدة جديدة، هيبقى aware بالشغل اللي إحنا عملناه، فهيبدأ يكمّل ويبقى عارف الcontext اللي هو اشتغل بيه، مش هيبدأ يstart from scratch تاني. هيبدأ بقى دلوقتي يعمل search على الtechnologies والحاجات اللي أنا قُلت له عليها، هيستخدم الMCP اللي هو الbrave search. بس أنا بافضّل طبعًا يستخدم الfire crawler fire crawler أظن، مش عارف أنا باقول اسمه صح والّا غلط. فهو الfire crawler أنا أشوف أنا مشغّله والّا لأ، أوكي هو شغّال، فأنا هاقول له بس يستخدمه هو. عشان يقدر بس ياخد الcontent اللي هو يعمل بيها الresearch ويضيفها للtask description. ده هنا يresearch على الNestJS. بعد كده هيبُص برضه على الdocumentation بتاعة الNestJS. لأ، ده الscript هو كان بيدوّر الأول، بعد كده هياخد الcontent يعني ينزّل الcontent. أوكي. بيشوف برضه على الarchitecture أو الbest practices بتاعة الNestJS. بيشوف برضه على الarchitecture أو الbest practices بتاعة الNestJS. يعني لمّا هتخلّص كل حاجة من الNestJS. الPrisma أوكي تمام. يعني لمّا هتخلّص كل حاجة من الNestJS. الPrisma أوكي تمام. إزاي يعمل integration مع الPrisma والNestJS اللي إحنا مستخدمينها. هيبدأ بقى يبُص على الtool اللي أنا قدّمتها له في الآخر، اللي هي بتخلّيني أستخدم أو بتtrap الmodel context protocol library مع الNestJS framework. هيبدأ بقى يعمل الsearch report اللي هو بالfinding اللي هو لقاها، بحيث يعمل لها deliver للarchitect
بحيث بقى يبدأ يعمل execute للبلان اللي إحنا عملناه. الكلام ده كله طبعًا ده اللي أنا معرّفه له في الwork flow اللي إحنا أو الrules اللي إحنا شُفناهم مع بعض. عارف هو ييجي يقف النهارده كده أصلًا ما فيش مشكلة. كويس؟ Yes, okay. Thank you for checking. I have gathered significant information about Nest.js Prisma and the library we are talking about. تمام، هو باين ما كانش create الfolder فمحتاج اللي هو يcreaته الأول، بعد كده هيحط فيه الfile اللي هو الresearch finder. تمام، هو كده عمل الresearch report. كده هيبدأ الresearcher كده خلّص فهيبدأ يعمل note أو يupdate الtask زي ما اتفقنا كده الresearcher أول أو زي ما أنا معرّفه في الwork flow أول ما الresearcher بيخلّص الtask بيعمل update للboomerang يقدّم له الtask research اللي اتعمل بحيث يبدأ يكمّل في الwork flow بتاعنا. دلوقتي هو بيقول لي إن الboomerang هيرجع تاني take over بحيث إن هو يستلم الresearch من الresearcher ويبدأ يكمّل الtask execution بتاعته. يبدأ يcreate الtask description يdeliver أو يassign الtask للarchitect بحيث يعمل لها الimplementation plan ونبدأ في الexecution. يبدأ بعد كده يupdate الtask status عشان يassign للarchitect. الarchitect الrole بتاعته إن هو بيبدأ يبُص على الtask description والresearch اللي اتعمل، ويبدأ يشوف الcode base بتاعنا ويشوف بقى إيه، اللي هو كأنه architect فعلًا بيعمل higher level architectural plan للexecution اللي هيمشي عليه السَنة. يبدأ يبُص على الtask description زي ما اتفقنا والresearch report، بعد كده يبدأ يعمل الimplementation plan. يعني ممكن لو حد بيتساءل ليه الwork flow ده بيمشي بالطريقة دي، هو الأسباب كتير، أولها طبعًا الmemory أو الcontext memory للAI agent بحيث اللي هو على طول بيقدر يبقى عنده زي memory كده بالtasks اللي هو اشتغل عليها واللي هو المفروض يكمّل، وحاجة تانية إن هو بيقدر يعرّف steps beforehand أو بمعنى تاني بدل ما يبدأ هو في العادي لو هو واخد task بيبدأ يشتغل على طول أول حاجة بيفكّر فيها الكود، وده بيسبب أخطاء كتير، في حين اللي هو لو خد الexecution بطريقة مختلفة، اللي هو يبدأ بالhigher level architecture view وبعد كده يبدأ يقسّم الtasks لsub tasks والsub tasks دي تبقى detailed enough يبدأ بعد كده الcontext يصغر شوية للrule اللي بعد كده، فأمّا بييجي ينفّذ الtask بتاعته بيبقى aware بالcontext ويبقى بيfollow الplan مضبوط، فما بيبدأش بقى يخش في تفريعات كده اللي هو بيعملها على طول لو حد اشتغل طبعًا مع الtools دي هيبقى عارف الموضوع ده كويس جدًا، اللي هو أوقات بيشتغل مع نَفْسه كده ويبدأ يحط target لنَفْسه ويبهدل الدنيا يعني، فده بتحجّم شوية الexecution بتاع الLLM بحيث يبقى في نطاق الtask description والimplementation plan والحاجات اللي أنا معرّفها له. هو كده عمل الimplementation plan بيعرّف فيها الsub tasks للjunior زي ما اتفقنا. هيبدأ بقى يupdate الproject overview والtechnical architecture والdeveloper guide عشان آآ يبقوا aware بالtech stack والحاجات الجديدة اللي إحنا عايزين نستخدمها. كده هيبدأ يdelegate كل sub task للsenior developer يشتغل عليه. كده الsenior developer take over الprogress وهيبدأ يكمّل. هيبدأ يعمل الtask
الstatus بتاعتها in progress عشان يكمّل. طبعًا عشان إحنا شغالين بالtrunk based development هيبدأ يعمل هيضيف الfile يعمل له git add ويعمل push أو يعمل commit sorry، بس أظن اللي أنا أصلًا من الأول كنت نسيت اللي أنا أعمل initialize. كان هو المفروض يقول لي على حاجة زي كده وأظن كان قال لي، اللي هو الboomerang في أول الtask خالص. بس أنا يعني كان اتكلم بعدها في حاجات كتير وأنا اللي نسيت، فأنا المفروض أأكد في الrules على حاجة شبه كده، اللي هو لو الgate أصلًا مش معمول له initialize يُقف لحد أمّا نعمل كده. بس أنا ممكن دلوقتي نحل المشكلة يعني. تمام كده عمل الcommit. كده المفروض اللي هو الsub task 1 خلاص تمام، والdescription بتاعها. هيبدأ يشوف الsub task 2 يشتغل عليها، اللي هو الtechnical architecture يعمل لها update. طبعًا إحنا لو عايزين نشوف الكلام ده ضاف هنا الfuture architectural enhancement وبدأ يتكلم على الtools أو الحاجات اللي إحنا عايزين نستخدمها. نفس الكلام برضه هيعمله الtechnical architecture. طبعًا المفروض الكلام هنا يتغير كتير. أوكي، فعلًا اتغير خالص. كده باقي الdeveloper guide. وهنا بس بيupdate طبعًا زي ما اتفقنا implementation plan بحيث يبقى aware بالchanges، ولو حصل زي ما اتفقنا أي مشكلة أو لو حبيت إن أنا يبقى عندي persistent memory للLLM باحتاج إن أنا أعمل files زي دي. وعمومًا يعني برضه عشان نبقى عارفين الbigger picture للشغل بتاعنا، أنا باحاول أتفادى حتة الfiles والread والwrite بتوع الfiles اللي موجودين زي الimplementation plan والresearch والtask description، وباحول الكلام ده لdatabase بحيث يبقى الread والwrite أسهل، وبرضه ما يستخدمش context كبير بحيث إن هو هيحتاج يقرا الfiles كلها وبيبقى فيها details مش مهمة للcontext اللي هو شغال فيه. هنا طبعًا زي ما اتفقنا لازم يfollow الwork flow بتاعنا، فبعد ما يخلّص كل sub task بيروح يعمل لها الcommit بتاعها. يبدأ بعد كده في الsub task 3 developer guide. طبعًا التغييرات كبيرة جدًا، لأن طبعًا اللي كان موجود شيء واللي هو هيبقى موجود شيء تاني خالص. Substantial rewrite. I will now proceed to write this content to memory bank. أوكي، تمام. هو هنا هيبدأ يعمل rewrite للdeveloper guide، وعشان بس كانت تغييرات كبيرة في الفايل فخد وقت شوية. نبص برضه على الpreview. طبعًا هو الresearch والحاجات دي كلها بتفيد إن هو يعمل detailed documentation للتغييرات كلها. وهنشوف برضه فايدة الكلام ده كله دلوقتي أمّا نيجي نبدأ task جديدة، نعمل الactual changes بقى اللي إحنا عايزين نستخدمها يعني. إحنا كده يعتبر إن إحنا عملنا الmemory bank files اللي هي بتبقى aware زي ما اتفقنا بالtechnical architecture والproject overview والكلام ده كله. كده طالما الtasks خلصت هو بيreview برضه الtasks دي الacceptance criteria. كل task موجود عندنا لازم بيبقى ليها acceptance criteria بتتحط من خلال الarchitect بحيث يبقى متأكد إن الشغل اللي هيتم من الsenior developer مضبوط. completed 4. الbest practices أوكي. هيروح دي الحاجة اللي هي الرابعة اللي إحنا اتفقنا عليها، إن هو بقى هيروح يضيف rules جديدة للbest practices للNest.js وللPrisma الMCP nest،
بحيث بقى أمّا نيجي نبدأ برضه زي ما اتفقنا الtask الجديدة هيبقى خلاص عارف الtech stack اللي إحنا شغالين بيه ويبقى aware بالcontext مش هاحتاج إن أنا أعرّف له كل الكلام ده تاني. طيب أوكي، هو في حصل حاجة كويسة، إحنا وصلنا ل25 message فبدأ cursor يقول إن لازم يعني أنا approve إن إحنا نcontinue بعد العدد ده، فأظن ممكن العدد ده اللي هو بيخلّي الcontext window طبعًا إحنا اشتغلنا حاجات كتيرة، فممكن يخلّيه filled فالأفضل وبرضه نشوف تجربة عملية فكرة إن أنا بافتح chat جديد وآجي أقول له كمّل الtask اللي شغالة، يبدأ يكمّل من أول ما وقفنا هنا. أنا طبعًا أول ما بابدأ أي task جديدة بيبقى هو automatic بناءً على الrules بيروح للboomerang فأنا باقول له إن هو يشوف إيه هي الtask اللي لسه يعني أو اللي المفروض إحنا كنا شغالين عليها، ويبدأ يassign الtask للcorrect rule. كل الكلام ده بقى هيبدأ يعرفه من الtask tracking folder والupdates اللي هو كان بيعملها في الchat اللي فات. بس طبعًا الجزء الخاص بالfile system MCP server اللي هو الحاجة اللي أنا لحد دلوقتي مش عارف هل هي مشكلة عندي أنا والّا في الfile system MCP نفسها، بس دي برّه الwork flow بتاعنا يعني. بدأ يشوف إن هي دي الtask اللي إحنا المفروض نشتغل عليها، يشوف الstatus بتاعتها، يشوف إن آخر حد كان شغال اللي هو الsenior developer فيبدأ يعمل له assign يبدأ يشوف بقى الsenior developer دلوقتي هو المفروض شغال، فيبدأ يشوف الcontext ويشتغل. أوكي، هو هنا بيسألني طيب المفروض إن هو يكمّل والّا لأ، المفروض الطبيعي إن هو يكمّل يعني من غير ما يسألني، هنا يشوف المفروض الجزء اللي كان باقي أظن آخر حاجة كان هي الrules فالمفروض اللي هو دلوقتي يبدأ يشتغل على الrules. الsyncing دي طبعًا بيبقى فيها كلام كتير وكلام كتير مهم برضه، بس يعني خلّينا مش وقتها دلوقتي. هو بيستخدم الsequential syncing برضه MCP أنا مش عارف ما أظنش إن هي ليها لازمة دلوقتي، بس هو قرر يستخدمها يعني. تمام، هو كده عرف إن لسه الNest.js best practices الجزء اللي هو كان المفروض يشتغل عليه، كده هو عمل file سماه rules فعمل فيه الNest.js best practices وأظن دي متقسمة يعني المفروض دي sub task لوحدها فهو هيخلص الsub task دي وبعد كده يبدأ في الاتنين الباقيين اللي هو الPrisma best practices والMCP integration best practices. طبعًا هيعمل الcommit الأول عشان أنا مستغرب برضه مش عارف هو ليه استخدم فجأة الsequential syncing بس مش مشكلة. هيبدأ دلوقتي في sub task 5 اللي هو هيupdate أظن البريزما يديها وقت 1.5 hours يخلصها ممكن في 1.5 minutes كده ضاف البريزما طبعا مش بيضيف البريزما وخلاص هو بيبقى aware بالcontext أو بالتتش ستاك كله فبيبقى طبعا الريسيرش اللي احنا عملناه في الأول لمم الكلام ده كله مع بعض. هي أظن الtool الأخيرة، وبعد كده هنشوف بقى إزاي هاقدر اللي أنا آخد الrules دي copy paste أحطها في الcursor rules يبقى كده أول ما أقول له يبدأ الtask هنشوف الكلام ده كله مع بعض، اللي هو الMCP nest آخر tool تمام، كده عملنا آخر file وليه شكله عامل كده.
الفورمات زي ما إحنا شايفين كده مش مضبوط، فأنا باقول له المفروض يصلّح الفورمات ده قبل ما يكمّل. planning الnext move. دلوقتي أظن دي آخر task، فبعد ما يخلّص المفروض إن هو بناءً على الsequence، يعني مش عارف هو برضه مش مهم أوي حاجة زي كده نعمل لها code review، بس يعني ما يمنعش برضه إن هو يreview الdocumentation اللي حصل لها generate دي، ونشوف يعني هيوافق على الكلام ده والّا لأ، أوقات بيقول حاجات كويسة. بس يعني according to the plan and rules we have، هو المفروض بعد ما يخلّص طبعًا الcommit والكلام ده كل الsub tasks خلصت، فيبدأ يdelegate للarchitect إن الشغل تمام، فيبدأ الarchitect يproceed لsub task للcode review. بعد كده المفروض الtask تبقى complete ونعمل push حتى للbranch. المفروض كل الwork flow ده يعني already registered، فالمفروض إن هو يمشي كده يعني بالطريقة اللي إحنا بنتكلم. هو يعني بيعمل commit لكل file، برضه أنا أوقات باحس إن هو بياخد الحاجات على صدره أوي كده في الشغل، طبعًا زي ما اتفقنا بيشوف الacceptance criteria. لو في مشكلة failed إن هو يadd الnote، بس مش مشكلة يعني هو ممكن يجرب طريقة تانية. أوكي تمام كده. زي ما اتفقنا هو بيقول الsenior بيقول إن my work on this set of subtasks is now finished. I will wait the architect review and further instruction. The workflow dictates that the architect will review the completed subtasks and then, if satisfied, delegate the main tasks for the code review. فاحنا هنقول continue. المفروض اللي هو proceed as the architect now، وبعد كده لو طبعًا هو هيreview الشغل، لو الدنيا تمام هيassign أو هيdelegate task للcode review. لو في مشكلة أو حاجة هو محتاج يغيّرها بيرجع للsenior developer يغيّرها. طبعًا ده إحنا بنتكلم لو في actual work has been done، فهو بيبدأ يبُص على الشغل ويعمل test ويشوف الacceptance criteria مضبوطة وكده يعني، بس إحنا ما عملناش تغييرات في الكود. أظن كده يعمل sub task على طول للcode review، لإن طبعًا ما فيش تغييرات coding وكده، هي مجرد بس rules أو documentation updates. هو هيبدأ يبُص على الfiles طبعًا الخاصة بالtasks، يبدأ يعمل لهم زي review كده واحد، واحد، بيعمل report في الآخر اللي هو الcode review report. status approved طبعًا لإن يعني تغييرات مش كبيرة. بيبُص على acceptance criteria زي ما اتفقنا ويتأكد إن هي تمام. عمل الcode review report. هيبدأ بعد كده بعد ما خلّصنا يassign back بقى الشغل كله للبومرانج اللي هو بدأ، أو الtechnical architect اللي بدأ الtask، يعمل الfinal approval ونبدأ اللي إحنا نpush التغييرات. بيعمل الcompletion report اللي هو الreport النهائي بقى للupdates اللي تمت. هيعمل update في الآخر للtask registry. المفروض برضه لو في أي follow up أو أي notes عنده يعني يضيفها. يضيفها هنا بس ما فيش حاجة يعني، فتمام. هنعمل final get operation. إيه ده؟ أوكي، أظن إن ما ضفناش الget ignore، لأ استنى بقى.
أنا باقول له اللي إحنا نضيف الget ignore بحيث الnode modules إحنا ضفناها للsource code وده غلط. هيضيف الget ignore file، يعمل بس reset ويرجع يضيف الشغل ده. كده المفروض تمام، أول task كده خلصت.